الكلب لما بيتشرس قوي بيوصل لحد فين؟ والله بص، في كلاب انكنترولبل، يعني نتيجه برضو ان بيبقى فيه حاجه جينيه فيهم. ما بيفضلش في الكلاب الاكس لارج بريد دي ان انت تشرسه، لان طبعا السيطره عليه ما بتبقاش سهله. يعني احنا عندنا خداش غير مسيطر عليه تماما. آه يعني ممكن يحب كابتن محمد جاد، يحبني شويه، لكن ما دون ذلك يعني لو حتى حاولت تسيطر عليه جسمانيا ما بتقدرش. ما بيفضلش طبعا ان الكلاب دي توصل للشراسه المطلقه، علشان ما تضطرش في الاخر ان انت تتخلص من الكلب يعني. حصل قبل كده ان في ناس جولك مثلا كانوا عايزين يتخلصوا من الكلب فبيسالوك تتخلص ازاي واحساسهم بيبقى عامل ازاي ان هم يتخلصوا من الكلب اللي هم ربوه يعني؟ لا، اكيد والاحساس عندك قصص كتيره الاحساس الاوحش طبعا لما كلب يوصل مثلا في كلاب الماستف دي، لما يوصل ل 9 10 سنين وتبدا اعصابه بقى تبوظ خالص، ما بيبقاش قادر يتحرك، والدكاتره تبدا توصي ان هو ياخد حقنه الرحمه يعني. فطبعا لا، احساس وحش جدا طبعا، لان الكلب من الكائنات اللي مين الكلب اللي عندك اللي اديته حقنه رحمه؟ عمري. عمري في البير على طول. لا لا لا، عمري بجد ما وصلتش. خد بالك انا مش قديم قوي في المجال. يعني من انا بدات 2019، فما عنديش كلب وصل للمرحله دي. ايه القصه الغريبه اللي حصلت قدامك بسبب فيها حاجات زي كده؟ لا يعني شفنا مثلا ايام الكورونا، الناس اللي كانت بترمي كلابها في الشارع بسبب ان الاشاعه اللي طلعت ان الكلاب بتعمل كورونا. انا ما كنتش متخيل طبعا ازاي ناس ممكن ترمي صاحبهم يعني. سيطر على العيال دي والنبي، خدهم وديهم هناك. في ناس كانت بترمي الكلاب بتاعتها ايام الكورونا طلعت اشاعه ان الكلاب بتنقل الكورونا للبني ادمين، وطبعا ده كان كلام مش مظبوط. انا مش متخيل ان ممكن، يعني لما بيجي لنا كلب بيموت عندنا، الواحد بيدخل في حاله اكتئاب يعني. لما كلب بيحبك ولا حاجه، عشان مش من غير اي سبب كده يموت، طبعا